أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجنا نجاح بالعربي. نجاح بالعربي هو بودكاست بنستضيف فيه شخصيات مصرية، شخصيات عربية عملوا نجاح، بس نجاحهم ما كانش سهل، نجاحهم كان فيه عقبات، نجاحهم كان فيه حاجات وقعوا فيها وقاموا وهنتعلم من دروسهم. الشخصيات اللي هنستضيفها معانا في البرنامج شخصيات كلها نقدر نريليت ليها، نقدر نشوف نفسنا فيها، مش شخصيات بعيدة قوي نحس ان الموضوع مش بتاعنا. معانا اول ضيف، هو ضيف محترم جدا، ضيف ناجح جدا، عمرو حبيبي الحداد. اسف. عمرو الحداد شخصية جميلة، وقصته من القصص المميزة اللي كلها ups and downs. هو مصري، ما شاء الله دلوقتي صاحب شركة عقارات في دبي. عمل مبيعات في ال10 سنين اللي فاتوا فيما يقرب مليار درهم على مدار ال10 سنين. هيكلمنا عن كل الكلام ده. اتكرم في الإمارات، وهيكلمنا برضه عن اتكرم في ايه. عنده ما شاء الله آلاف المتابعين على السوشيال ميديا، فيديوهاته عاملة ملايين المشاهدات. وقصته ما كانتش كلها سهلة، يعني في الأول اكيد. هيحكي لنا. ابتدى بغسيل صحون، مندوب مبيعات، سافر واتغرب وفشل ورجع. كان في حاجات كتيرة قوي 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 عدى بيها، كانت صعبة بس ما شاء الله عليه كمل. عمرو، أهلا بيك، منورنا، اهلا بيك. وإن شاء الله بإذن الله يعني تكون حلقة جميلة ونتعلم منك ومن ان شاء قصة الله، ان نجاحك. شاء الله. اهلا بيك يا سامي، انا مبسوط طبعا ان انا معاك في حلقه جميله زي دي. يا ريت نفيد بيها الناس وكمان احنا كمان نستفاد. ربنا يخليك يا رب، إن شاء الله هنستفاد. ان عمرو، شاء الله. للناس اللي ما تعرفش مين هو عمرو، احكي لنا كده قصتك، وخلينا نبتدي من الآخر. قول لنا عمرو مين دلوقتي، عايش فين، بيشتغل إيه، شغله عامل إزاي، تمام. وابتدى إزاي. تمام. طيب انا في الاول اسمي عمرو الحداد. تمام، عندي 32 سنه، انا عايش حاليا في دبي. يعني مستقر وعايش في دبي بقالي فتره وعندي شركه عقارات. تمام. اسمها اي اتش بروبرتيز. تخصصي في المجال العقاري وانفلونسر، انا بانفلونس البروبرتيز اللي موجوده في دبي يعني. بعرض للناس اونلاين الفرص الاستثماريه اللي موجوده في دبي وفي الامارات. ما شاء الله. طب من الأول بقى، يعني ابتديت ازاي، امم الموضوع كان عامل ايه، درست ايه؟ هل من حلو. الأول موضوع العقارات ده كان في بالك، ولا حصل كده؟ يعني عايزين نعرف القصة، وعايزين نركز على التشالنجز، علشان يعني هنا هيكون الدروس اللي هتفيدنا كلنا. اكيد اكيد. شوف، انا من البدايه بدات بدايه عاديه جدا زي كل الشباب في مصر. انا كنت شاب شقي شويه. تمام. وكنت مش شاطر في الدراسه. يعني انا ما كنتش شاطر في الدراسه. وبعدين بدات شغل وانا عندي 18 سنه. يعني كان خالي عنده محل بيتزا. فقال لي تعالى، بدل ما انت بتعملش حاجه في الصيف، تعالى ابدا شغل. فطبعا انت شاب صغير، اي حاجه تبدا بيها. غسلت صحون في المطعم. طبعا دي كانت حاجه، كانت بدايه ان انا بدل ما اضيع وقتي في الصيف، لا انا انزل اشتغل اغسل صحون. ما كانش حاجه عيب، كان حاجه بالعكس، بتبدا شغل وبتتعلم حاجه جديده. ابتديت اغسل صحون، بعد كده بقيت اعرف اعمل بيتزا، بقيت اعرف اعمل برجر، اعرف اعمل سندوتشات. وبعد كده دخلت في مرحلة الجامعة. اوكي. ابتديت في الجامعة. طبعا احنا في الجامعة في مصر كلنا بنبقى يعني حاجة جديدة علينا. لما خارجين من الثانوية إلى الجامعة، حياة جديدة عليك. فأنا في الجامعة كانت يعني زي كل الجامعات في مصر. أنا خريج جامعة خاصة، تمام، تجارة خارجية. وأول سنة تاني سنة سقطت في الجامعة بتاعتي. تمام. فكان ده الدروب اللي غير مسار حياتي شوية. فلما سقطت في الجامعة، والدي قال لي مفيش مصاريف، مش هيديني مصاريف. قال لي مالكش مصاريف عندي، انت راجل اعتمد على نفسك. كانت دي خطوة حلوة جدا ومهمة في حياتي. ابتديت اعتمد على نفسي. فقعدت ادور على شغل، فلقيت في وظيفة. حد مرشحها لي، واحد من صحابي، مندوب مبيعات في جريدة اسمها جريدة اخترنا لك. تمام. دي جريدة زي الوسيط. حتى اصحاب الجريدة اصحابي حاليا يعني. نلعب. ف ابتديت اتعلم يعني ايه سيلز، يعني ايه اعرف ابيع، يعني ايه اعرف اتكلم بروفيشنال، البس بدلة.
ازاي اعرف اتكلم مع مديرين تسويق، ازاي ابعت ايميل، ازاي اتكلم في التليفون. طبعا دي كانت حاجه جديده عليا وحاجه كانت مهمه في حياتي. انا كنت لسه شاب صغير في تانية جامعه، اتعلمت سكيلز. كان شباب صحابي لما اتخرجوا ما كانش عندهم السكيلز دي، ان هم ما اشتغلوش، كانوا بيدرسوا. ف... فكانت دي كانت يعني حاجه فادتني في حياتي. تمام. وكنت ساعتها انا فاكر كويس قوي كنا بنبيع اعلانات يعني في الجريده، يعني صفح، ربع صفحه، نص صفحه، مثلا اعلان صغير لشركه كذا، المطعم كذا. كنت مندوب مبيعات عادي جدا، وكنت بنزل اقعد طول اليوم، اقعد الف على الشركات واعمل يعني كولز لحد ما عشان اوصل للتارجت. ساعتها كان راتب صغير جدا يعني. بس فدي كانت البدايات بتاعت الشغل بتاعي. بعدين دخلت بقى بعديها مجال العقارات. طيب انا عندي كذا سؤال بقى. يعني اولا عناية. موضوع غسيل الصحون، طبعا اه يعني انا شخصيا رايي مفيش حاجه اسمها شغل عيب طالما الشغل حلال طبعا. اكيد. وباحترام. بس اكيد. للاسف احنا في ناس كتيره بشوفها، وفي ناس انا شخصيا عديت عليها في المجتمع عندها نوع من انواع التعالي شويه عن مهن معينه. صح. يقول لك لا دي مش من مقامي، لا انا المفروض سينيورتي اعلى، انا مش هاخد الشغل صح. ده. صح. وللاسف ممكن يقعد ما يشتغلش على انه ياخد شغله بالنسبه له شايفها مش من برستيجه. ايه رايك ده في حقيقي الموضوع ده؟ فعلا. يعني انت ما شاء الله يعني ابن ناس، والموضوع ده حبيبي كان سامي. بالنسبه لك سهل ولا ما كانش سهل، موضوع غسيل الصحون؟ وشايف ايه وجهه نظرك ايه في طريقه التفكير ده بتاعت لا انا اعلى من الشغلانه دي ما ينفعش؟ مهم. عايز اعرف رايك. بص، انا وجهة نظري ان مفيش، احنا في مجتمعنا بنبص على المظاهر اكتر من الشيء الاساسي. احنا دي وسيلة، يعني احنا بنشتغل. يعني احنا برضو في مصر عندنا جزء شوية طبقية. لا بس مش عيب خالص انت تبدأ بداية متواضعة او حتى بداية عادية. ان انت، اصل انت شاب طالع في الحياة ما عندكش سكيلز، ما عندكش اي مهارات، فهتبدأ السلمة واحدة واحدة. ودي مش حاجة عيب، بالعكس انا شايفها حاجة ايجابية. وانت كشاب خدها بايجابية، ان انا هتعلم شيء. حتى لو انا هقعد اشتغل في غسيل صحون شهر شهرين، انا في الفترة دي اتعلمت شيء. اتعلمت الالتزام، اتعلمت جالي مبلغ مثلا هاويفر معين، جبت بيه حاجة مختلفة، خدت المبلغ ده استثمرت في نفسي، رحت اشتريت بدلة كويسة عشان اروح لشغل تاني. ده انا يعني شايفه ده بالعكس، دي حاجة يعني اي شاب ياخدها بايجابية، ما ياخدهاش بسلبية ابدا. و... وما فيهاش اي مشكلة يعني. انا اتفق معاك 100%، واتمنى يعني الناس الشباب اللي سمعنا تعرف الموضوع ده، ان مفيش حاجه اسمها الكلام ده. واحنا مش بنتكلم من منظور يا بالظبط. جماعه اللي هو ده يعني الحمد لله عمرو عدى الفلنكات، فاحنا بقى دلوقتي يقول لك ايه مش مشكله ما تيجي تشتغل عندي عادي. لا الراجل عمل لا بنفسه طبعا. واشتغل بنفسه. وانا انا صحيح. انا هنا عمرو شفت ناس بتدرس في جامعه كامبريدج، مهم. وبعد الشغل بعد الدراسه بالليل شغال في محل بتاع فراخ. صحيح. والموضوع ده منتشر جدا. انت لو رحت كامبريدج هتشوف تلات ارباع الويترسز او الويترز اللي شغالين الجرسون طلبه في الجامعه. فيعني صحيح. مفيش ده حقيقي الموضوع فعلا. ده للاسف عندنا فعلا زي ما انت قلت في حته التفكير الطبقيه موجوده شويه. انا ايه الناس هتقول عليا صحيح. ايه، هتشوفني ازاي؟ فبرافو عليك ما شاء الله عمرو يعني، وده مثال نتعلم منه. طيب بالعكس يا عمرو سيدي. انت برضو اتكلمت في نقطه حلوه قوي، نقطه ان انت في السنة اللي عدتها دي كانت بالنسبة لك يعني زقة لقدام، لأن أنت صح. استغلتها واستغليت الدرس الجميل اللي والدك علمه لك، إن اعتمد على نفسك صح. وشيل الكونسيكونس، شيل عواقب دلعك، صح، أثناء الشغل. حقيقي. واستغلتها إن حقيقي. أنت اشتغلت وتعلمت، وده كمان اداك دفعة. آه، حقيقي. هل انت شايف فعلا بتفرق قوي الكام صيف اللي الشباب ممكن يشتغلوهم او ينزلوا فيهم تريننج جنب الدراسة، من ان الناس تبتدي تشتغل بعد التخرج على طول؟ عشان في ناس كتيرة ممكن تستنى تقول لا يعني مش تفرق قوي الشهرين اللي هعمله خدهم في الصيف دول اريح لان انا تعبان في المذاكرة، فاستنى اما اتخرج مهم. وبعدين لما اتخرج ابقى اشتغل. هل فعلا انت راجل يعني شفت في الكارير بتاعك اشتغلت بدري ونزلت المجال بدري فرقت؟ جدا فرقت معايا جدا. انا بقول لك
انا فاكر كويس لما انا اتخرجت كان عندي خبره 3 سنين سابق عن زمايلي اللي معايا في الجامعه. يعني في عندي اصدقاء ليا لما انا اتخرجت كنت انا اللي بساعدهم يشتغلوا، لان انا كان عندي بقى علاقات وعندي كونكشن وعندي خبره عنهم. فهم كانوا خارجين زيرو، انا كنت خارج 3 سنين. لما السي في بتاعي كنت بقدمه في اي شركه، كان بيبقى عندي خبره 3 سنين في السيلز والماركتنج. فاي شركه كانت بتقبلني وما كانتش تقبل اللي لسه متخرج، لان هو زيرو سكيلز او اكسبيرينس. فيبص على السي في كده فيقول لا انا هاخد اللي عنده اكسبيرينس، فاهمني؟ ف... طبعا. فطبعا لا انا يعني برشح وبشجع اي شاب عايز يشتغل ويغير حياته، انزل ابتدي اشتغل اي حاجه في الصيف، اتعلم شيء جديد في الصيف. لو انت بتدرس حاجه ليها علاقه بطب، ليها علاقه بشيء هيخليك تذاكره حتى في الصيف، اوكي. يعني انا معاك في النقطه دي. اوكي بتدرس، بس لو انت ما بتدرس لا انزل اشتغل. تقعد في البيت تعمل ايه؟ يعني انا حتى بقول لاخواتي الصغيرين، يعني حتى انزل اشتغل في الصيف، اعمل حاجه، اعمل شيء ينفعك، ما تفضلش قاعد في البيت. 100%. طب عمرو، بالظبط. احنا وقفنا بقى عن ايه؟ عن قبل ما تخش في العقارات. حلو. احكي لنا بقى الدخله كانت ازاي والموضوع جه طيب منين؟ اكيد طبعا. بص هو انا اشتغلت، انا يعني تقريبا كده في العقارات بقالي 10 سنين بالظبط كده. هو موضوع كان صدفة، ولكن الصدفة دي بس جت عمرو، عن معلش انا طريق. اسف مقاطعك، بس عشان عايز امم افكر الناس اللي سمعانا ان عمرو ما شاء الله ليه اسم كبير قوي في العقارات في دبي وبره تسلم يا دبي، سيدي. واحنا هنحط السوشيال ميديا لينكس بتاعته وتشوفوا عامل ازاي. شرف ليا اكيد طبعا. الراجل يعني احنا حاولت اجيب منه الاجابه دي وبالعافيه، بس عامل فيما يعادل داخل على المليون مليار درهم ان توتال ترانزاكشنز، يعني المبيعات اللي عملها بس على خلال 10 10 سنين سنين اللي عشان ما فاتوا، تفتكرش. على 10 سنين اللي فاتوا. بالظبط. فده رقم مش سهل، مش كل الناس بتعمله، بالظبط. فالراجل اللي بيكلمنا من خبره ومن ثقه، فايه عشان بس يعني ايه ده شرف ليا. مش قصه عاديه. ده شرف ليا. فكمل عمور، معلش انا اسف قطعتك، اتفضل. لا عادي ولا يهمك سيدي. ف انا يعني جالي بالصدفة طبعا. بص لكل مجتهد نصيب. وانا يعني مقتنع بمثل بيقول لك الحركة الحركة من السكون غير من الحركة من الحركة. يعني انت لو اتحركت. انا اشتغلت في مجال السيلز والماركتينج، فكان عندي اكسبيرينس في الماركتينج شوية، فجات لي فرصة، باب اتفتح لي. بس انا متأكد الباب ده ما كانش هيتفتح لي غير لما انا اخد الباب الاولاني. هي مم. ابواب الفرص، ابواب بتفتح لك ليفلز بتعدي عليها سلالم. فكل ما تعدي زي الجيم، كل ما تعدي مرحله، المرحله اللي بعديها تفتح لك، فاهمني؟ فانا جالي يعني عميله من العملاء عندها شقه، قالت لي انت شغال في الجريده؟ قلت لها اه. قالت لي طيب انا عندي شقه وحابه اعرضها للبيع. تمام. فطب ما تاخد الاعلان، يعني خد تفاصيل الشقه، اعمل لها اعلان، ولو عرفت تبيعها خد كوميشن، خد نسبه. اوكي. فانا كان حاجه جديده عليا، يعني ما كنتش فاهم ايه عقارات وشقه، وانا ما كنتش فاهم حاجه زي دي. فقلت لها اوكي عينيا. فخدت التفاصيل، عملت اعلان كويس، شقه مساحتها كذا كذا كذا. انا فاكر ساعتها الشقه دي كانت في الرحاب تقريبا. فالمهم بعديها باسبوع جبت لها زبون اشترى الشقه بالفرش اللي فيها اكتر من السعر اللي هي كانت طالباه. تمام. وانا ساعتها انا فاكر كويس جالي كوميشن كبير قوي عن اللي انا كنت باخده. يعني تقريبا كان حوالي 14,000 جنيه ساعتها. تمام. وده كان مبلغ انا على قدي كان 1000 جنيه. فده مرتبك اكني كان 1000 جنيه؟ انا راتبي كان 1000 جنيه. يعني انا مم. راتبي في الجريده كان 1000 جنيه. يعني انا كنت اقعد اتعب طول اليوم واشقى على 1000 جنيه، وفي صفقه واحده خدت 14,000 جنيه. انا فاكر المبلغ كويس. مم. فطبعا انا يعني ده ممكن تعب سنه. فاهم؟ رامي استقالتك على طول. اه لا ما قدمتش استقالتي، بس يعني لقيت في فرصه في مجال تاني ان انا اقدر اخد يعني اكسب فلوس اكتر، اللي هي مجال العقارات ساعتها. ف
شفت بقى، يعني انا كنت بشوف الشركات الناجحه في المجال العقاري، فقدمت في واحده من الشركات الناجحه في الفتره دي، كانت اسمها شركه بناء العقاريه. ساعتها كانوا بيبيعوا في التجمع والشروق والاماكن الجديده. تمام. ساعتها كان التجمع شويه لسه جديد يعني، كان شويه لسه طالع مود ترند يعني الفتره دي. فقدمت واشتغلت. انا فاكر اول شهر، من اول شهر خدت تدريب اسبوعين، بعد كده اول شهر تاني شهر على مبيعات على مدار السنة. وابتديت اول بيعة كمان بعتها، انا فاكر برضو كان بعت من اول اسبوعين شقة. دي كانت حاجة برضو يعني، كانت مشجعة ليا ان انا هنجح في المجال. مم. وبعدين ابتديت بقى اسافر، ابتديت دايما الشركه كان بنطلع معارض بقى، نطلع الكويت. ساعتها جيت على الامارات، كنت اول مره اجي الامارات واجي دبي واشوف برج خليفه. فساعتها فتح لي ابواب كتيره وفرص كتيره، والمايند سيت بتاعتي اختلفت تماما. سبحان الله. لا، yeah. لو ما كنتش سقطت، ما كانش اه. الوالد قطع عنك المصروف، ما كنتش نزلت بالظبط. اشتغلت في المبيعات، صح؟ ما صح. كنتش قابلت الست اللي عايزة تخليك، ما كنتش وصلت اللي انت فيه. سبحان بالظبط. الله. سبحان الله. بالظبط. طيب يا عمرو، احنا وصلنا، احنا في دبي دلوقتي. كلمنا بقى شوية عشان ايه بالظبط. الموضوع ده. في ناس كتيرة قوي بتتكلم على دبي، شباب كتيرة قوي في مصر شايفة دبي كهدف. كلمنا بقى شوية عن الحياة في دبي عاملة ازاي، حلو. الحلو اللي فيها، ليه تنصح ناس انها تسافر. وفي نفس الوقت برضو بعد ما نخلص خلينا نتكلم شوية عن العيوب بتاعت الحياة في دبي. اكيد. اكيد. بص، انا انصح اي حد عايز يسافر سافر وجرب. انت مش شجره، مش مطلوب منك ان انت تفضل في ارض واحده. يعني الشجره هي اللي ما بتعرفش تتحرك، فاهم؟ انت كانسان اللي ربنا خلقك تسعى، ولو في فرص تتحرك وخد التجربه. ولو انت التجربه ما نجحتش فيها خد اللي بعديها. يعني انا حتى انت عارف انا سافرت اوروبا، قعدت في الدنمارك. رحت الاهلي انا خلاني كلهم عايشين في الدنمارك في كوبنهاجن. قعدت هناك وما توفقتش، حسيت ان اوروبا مش ليا، انا معيش فرصه هناك. رجعت تاني مصر، اشتغلت في العقارات. بعديها جالي فرصه ان انا اسافر دبي. سافرت دبي وابتديت، وكانت بدايه جديده، وكانت برضو بدايه صعبه. تمام. دبي بلد حلوه، فيها فرص، بلد فيها امان للمغتربين. يعني البلد بتديك يعني اي دوله، خصوصا دول الخليج، اوديك اكتر بلد كمغترب انت تقدر تحس ان هي بلدك هي فعلا الامارات. تمام. اشمعنى يا عمرو؟ آه لان انت هنا كمغترب انت في قانون الناس كلها ملتزمه عليه. مفيش حاجه اسمها انا انت مصري، انت كذا، انت هندي، انت لا، كله اللي هيمشي على القانون. يعني دولة فيها احترام للإنسان، فاهمني؟ فهتمشي على القانون زي برضو أوروبا تمشي على القانون. هتبقى يعني مش هيحصل لك مشاكل. مش هتحس بأي مشاكل. لكن لو أنت هنا مثلا واحد شتمك، واحد عمل لك مشكلة، بتكلم الشرطة في نفس اللحظة الشرطة بتجيلك، حقك بيجيلك. هاويفر بقى الجنسية إيه؟ في الشغل نفس مفيش الكلام، في كوس، قانون. اصل ده مفيش ظابط الكلام ده. فعديه، اصل ده. لا، لا. مفيش. امم. مفيش. لا. يعني خسارة. حتى لو مين آه. لو انت حد شتمك ومعاك اثبات هنا طبعا دبي فيها كاميرات في كل حته يعني. في كل حته في كاميرات، الشرطه بتيجي بتتكلم تسمع منك، وبعد كده بتفتح الكاميرات وبتشوف لو في شهود. فالموضوع يعني منظم سيستماتيك. جدا. اه. وغير كده في قانون زي ما قلت لك ماشي على الكبير وعلى الصغير، فالناس كلها بتحترم بعض. في قانون عمل قوي جدا كمان، يعني في هنا قانون عمل بيحميك. لو هاويفر حد يعني يعني هنقول نسبة ان انت يحصل لك مشاكل في البلد غربة اقل لهم من الامارات. وبالنسبة فرص العمل. فرص العمل موجودة انا يعني مقتنع فرص العمل موجودة في كل حتة في العالم، وخصوصا مصر ودول الخليج والامارات. دي دول، احنا دول ناشئة. تمام. وتقدر تعمل فيها فلوس. فدبي او الامارات بشكل عام فيها فرص كتير جدا طبعا. مم.
يعني دبي خصوصا بتستقطب كل المجالات. دبي تعتبر دلوقتي هي الكور بتاع اي بيزنس في العالم. كل الشركات العالمية عندهم في دبي مقر. فطبعا كل الشركات بتكون محتاجة موظفين، هاويفر بقى، من اول الاوفيس بوي لحد المبيعات. بس طبعا الشركات هنا بتوظف اللي عنده خبرة، اللي عنده سكيلز، عشان ده بيزنس في الاول وفي الاخر. طيب خلينا بقى ندي ايه نصايح عملية للناس اللي بتسمعنا، حلو. اللي عايز يسافر دبي، يسافر حلو. ازاي؟ يسافر ازاي، وايه ايه الحاجات مم. اللي، ايه الطرق اللي لا تحبذها للناس؟ يعني اكيد انت شفت طرق حلو. كويسة وفي شفت طرق مش حلوة، صح. صح. فكلمنا شوية عن الموضوع ده من وجهة نظرك. والله بص، انا يعني انا برشح لو انت عايز تسافر خصوصا دبي، قدم اونلاين. يعني قدم اونلاين رقم واحد. ابحث في مواقع كتير جدا فيها يعني تقدم ابلكيشن وعلى المجالات اللي انت however عندك خبرة فيها. زي انا ايه مش يعني؟ بحب يعني عندك مثلا، انا فاكر كويس جدا في انديد. مم. تمام. في ابلكيشن اسمه جولف. بيتهيألي انت عارفه، اسمه جولف. اسمه جولف جالف خلينا. جوبس تقريبا، وفي في لينكد ان برضو. ابلكيشن اسمه جولف جوبز، لينكدين اه. وانديد. دول الثلاثه دول. تمام. لينكدين ده موقع عامل زي مم. الفيسبوك، بس هو مم. مختص للبيزنس. ممكن اي حد يعمل ابلكيشن ويحط السي في بتاعه ويبتدي يبحث على العمل ويبتدي يخاطب حتى الشركات مم. الموجوده في دبي. هاويفر في اشخاص، في رجال اعمال، في اصحاب شركات، مديرين، اتش ار مانجرز، في كل الفئات الموجوده. مم. يعني لينكدين هو فيسبوك بس للبيزنس. مم. يعني معمول مم. نفس فكره الفيسبوك ولكن للبيزنس. ممكن تخش تحط السي في بتاعك وتبتدي تراسل الشركات هنا وتبعت لهم. وساعتها لو في فرصة هيبعتوا لك وانت تيجي البلد. حتى لما تيجي دبي يبقى معاك فرصة واثنين وثلاثة، يبقى معاك اوفر واثنين وثلاثة. لكن مم. الصراحة الطريقة اللي مش برشحها ان انت تسيب بلدك وتسيب شغلك. وفي شباب انا بشوف يعني نماذج، بيصعب عليا الناس جدا اللي هو يبقى شاب سايب مثلا شغله في مصر، وممكن يكون معاه عربية صغيرة، أو ممكن أهله يستلف، ياخد فلوس من أهله عشان يجي دبي على أمل إن هو يلاقي شغل هنا. مفيش حاجة اسمها تخبط على الباب وتديهم السي في اللي هو البرنتد الورق. ويعني قليل جدا، فاهمني؟ نسبة ضئيلة قوي. ف خلينا في السيف سايد دايما. ما تعرضش نفسك لموقف وحش. احنا في خلي دايما شكلنا برضو حلو كمصريين. خلينا نمشي على نظام. يعني الموضوع ده هيوفر عليك حاجات كتير وهيقلل مخاطر ان انت تتعرض لمشاكل في دولة غير بلدك. تمام 100%. وعايز اقول لك كمان يعني نقول للناس ان ال الاقامه في البلد غاليه، فلو طبعا. الشخص اللي ناوي يسافر مثلا فاكر هيقعد شهر او مثلا يدور على شغل ويرجع، زي ما عمرو قال، بالظبط. موضوع ان يعني ان تخبط وتدي السي في ده يعني قليل قوي 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 لما تلاقي حاجه زي كده، طبعا. دلوقتي مش موجود خالص. فهتلاقي نفسك رحت ودفعت فلوس قد كده في الاقامه وممكن ما يحصلش نصيب. والاول والاخر صح. يعني انا شخصيا لما سافرت برضه دبي سافرت اونلاين، واهو عمرو اهو برضو قدم من هنا وكان عمل الانترفيوهات اونلاين. ف انا اتفق معاك عمرو في موضوع يعني الواحد مش محتاج، بلاش نحط نفسنا في مواقف فيها اهانه، فيها تعب طبعا. وفيها شقه، ولو احنا مش محتاجين يعني خليك معزز مكرم في بلدك، 100%. والفرص شبه بعض. طب عمرو بالنسبه صح. لموضوع اللغه دلوقتي، يعني دبي بتتكلم بالانجليزي، كل حاجه بالانجليزي. صحيح. الناس لازم علشان تقدم تكون بتتكلم بالانجليزي، ولا في مجالات ومجالات؟ يعني هل اللي عايز يسافر دي حاجة أساسية بالنسبة له إنه يشتغل على اللغة؟ طبعا. بص، الانجليزي ده اللغه العالميه اللي العالم كله مم. بيتكلمها. تمام. فانت لو كنت عايز تطلع بره البلد، يعني انت عايش في مصر، ده مجال، يعني ده عالم. ولو عايز تسافر بره لازم يبقى معاك لغه، لازم يبقى معاك انجلش كويس، تعرف تكومينيكيت مع الناس، تعرف تتواصل مع الاخرين. فانت لازم تدرب نفسك وتبتدي تدرس انجلش. لو مش هتعرف تاخد كورس في اونلاين، اسمع اغاني، اسمع افلام،
خد كورسز اونلاين فور فري، وبتهيألي انت تقدر تساعد الناس اكتر. انت بتقرا كتب وتدي نصايح في الموضوع ده. فطبعا ال- ال- اللغة أساسية في دبي. لو معكش انجليش في أي مجال مش هتعرف تعمل حتى انترفيو، مش هتعرف تتكلم مع الشخص اللي عايز يسمع منك مهاراتك وليه هيوظفك. فلو معكش لغة قوية تعرف تعبر بيها وتبيع نفسك، فأنا أقول لك يعني أنت نسبة نجاحك أو نسبة إن أنت تتقبل في انترفيو قليلة جدا. آه، 100%. فلازم تدرب نفسك وتتكلم وتحسن من مستوى اللغة بتاعتك. شوية نصايح كده. أنا في فيديو كنت عامله كامل عن موضوع إزاي الواحد يطور الإنجليزي بتاعه من غير ما ياخد كورسات ولا أي حاجة يعني. اتفرج على الفيلم، اتفرج صح. عليه من غير ترجمة، حاول تفهم السياق. لو بتسمع صح. أغاني أجنبي اسمعها واقرا الكلمات، بيخليك تتدرب إزاي تسمع وتقرا وتتكلم معاها طبعا يعني. ولو تعرف في ابلكيشنز كتير هتلاقيها ببلاش على الاندرويد واي او اس، ده تقدر حقيقي. ده تنزلها حقيقي. تعلمك باللغة. ففي حاجات كتيرة قوي بالنسبة للناس اللي عايزة تتعلم جنب الشغل أو مش عايزة تدفع فلوس. طبعا الاسهل حاجه ان انت بتاخد كورس في مكان تقدر تبراكتس فيه، تتكلم مع الناس والكلام ده كله. بس شكرا عمرو، صحيح. نقطه مهمه قوي علشان اي حد عايز يسافر بره، مش بس الامارات واي حته تانية، هتلاقي هي اللغه دلوقتي اللي في صحيح. العالم الانجليزي، فدي حاجه مهمه. الانجليش هي رقم واحد في العالم. طيب عمور، دلوقتي احنا اتكلمنا عن دبي، اتكلمنا الناس ازاي تسافر، اتكلمنا مميزاتها. عايز بقى نتكلم عن الغربه بوجه عام، علشان ايه اللي عايز مهم. يسافر لازم يبقى عارف الحلو في الوحش، صح؟ صح. كلمنا كده، ايه صح. ايه الصعب في الموضوع، ايه الصعب في موضوع الغربة؟ لو في حاجة معينة صعبة في دبي، برضو عيوب لازم الناس تبقى عارفاها قبل ما تسافر، وبالنسبة للغربة طبعا. بوجه عام. طبعا انت لما بتسافر في اي دولة في العالم، مش بس الامارات، انت سبت اهلك سبت اصحابك. فانت بتعتمد على نفسك من الالف للياء. تمام. ف... فلما هتسافر هتفتقد الجزء الاسري والعيله والصحاب. الحياه طبعا، انت بتروح حياه جديده، ما عندكش معارف، ما عندكش اصدقاء. فالحياه شويه طف، يعني ناشفه شويه. تمام. فانت لو واجهك اي صعوبات اي مشكله، انت اللي بتكون الشخص الوحيد اللي معتمد على نفسك. مش بتقدر يعني مش هتلاقي حد يساعدك، لان انت في بلاد فيها يعني مالكش كونكشن، مالكش زي ما قلت لك مالكش معارف. فمشكله الغربه دايما، واي حد مغترب، حته الجفاء او الجزء اللي هو مفتقد الجزء العائلي. ودي اكتر حاجه انا ممكن اقول لك عليها في الغربه، يعني ان انت معكش عيلتك معكش اصحابك. فبتكون صعبه شويه. آه والعيد ورمضان. والعيد فرحه. العيد ورمضان بص، ما يعني من فيش ما فيش طبعا حاجه اسمها عيد. مم. يعني انا فاكر في ايام، انا طبعا في عيد بسافر. مفيش، كنت الاول وقعت في الفخ ده، قعدت كده في العيد بس مفيش طقوس العيد. في طبعا هي بلد اسلاميه، في صلاه عيد طبعا والكلام ده، واهل البلد ناس كريمه ومحترمين. ولكن احنا كمصريين متعودين بقى في العيد لينا طقوس خاصه، والفرحه بتاعت العيد مش هتلاقيها في الشوارع بتاعت مم. يعني دبي اكتر. هتلاقيها في مصر اكتر طبعا. الفرحه دي واطفال يرموا عليك بومب والكلام ده مش موجود. اكياس ميه وبتاع. اه. رمضان طبعا يعني بلا اي يعني ما فيش دوله في العالم فيها رمضان زي مصر. مم. رمضان احلى دول اللي موجوده في العالم ان انت تنزل. يعني انا شايف رمضان ده ليه طعم تاني. في مصر انت تنزل تقعد مع اهلك، تفطر مع ناس بتحبهم، تفطر حتى في الشارع. طبعا يعني بره ما بحسش ان في رمضان اصلا يعني. ف يعني عشان باختصار، الغربة فيها فرص، وبالذات الإمارات في صح. فرص كتيرة، في نظام، في قانون، مفيش وسايط.
في التزام، بس في نفس الوقت برضو الغربة بتبقى صعبة شوية، لأن اكيد. ناس لازم تتوقع إنها تعتمد على نفسها، والدنيا مش هتبقى سهلة دايما، هتلاقي نفسك عييت، حصل لك مشكلة، ما فيش صحابك حواليك والكلام ده. وحاجة تانية برضو، صحيح. يعني اتكلمنا على الحتة دي يا عمرو قبل كده، حتة إن الواحد مبيبقاش عايز يقلق أهله في مصر، فساعات بتحصل حاجة صح. ومش عايز تقول لهم، فتلاقي الموضوع أصعب عليك شخصيا. صحيح. فالغربة مش سهلة، وهتحس بيها دايما متأخر شوية، يعني إيه، أول لما تسافر الله الاختلاف حلو، بس بعد شويه لما الاختلاف بتتعود عليه بيبقى الموضوع تبتدي بقى تشوف مختلف الصعب فيه. وحتى انت نفسك مجرب لما انت عملت حادثة. امم. يعني نفس، لا انت هنا لو عملت دخلت المستشفى عيان، مفيش حد بيقف جنبك، يعني انت لوحدك مسؤول عن نفسك طبعا. 100%. ففي حاجات كتيرة جدا ضريبة، والناس كلها عارفاها طبعا. انت امم. بتسافر، في حاجة بتاخدها وفي حاجة كبيرة جدا ومهمة ما بتاخدهاش، ما بتبقاش معاك. عمرو، خلينا نتكلم في موضوع تاني شويه بقى مختلف، حته العقارات. دلوقتي انت راجل خبير ما شاء الله في العقارات، كلمنا دلوقتي. في ناس بتسمعنا وسمعت النسبه اللي انت اتكلمت فيها، جبت في ترانزاكشن واحده وفي بيعه واحده 14 شهر من اللي انت كنت بتجيبه. فكلمنا صحيح. شويه بقى ايه مجال العقارات ده، يعني مجال العقارات انت بتعمل ايه؟ بتبني عقارات، بتبيع عقارات، بتشتري، شغال في الجديد، شغال في القديم، في الاثنين؟ فاشرح لنا شويه مهم. بالظبط انت بتعمل ايه دلوقتي، اوكي. وكلمنا كده، هل المجال ده حلو ولا لا، الناس تخش فيه ولا لا؟ اللي عايز يخش في المجال ده لازم يبقى عنده مهارات ايه؟ لان هو برضو في جزء كبير من السيلز، فاعتقد برضو خبرتك في السيلز في الاول ساعدتك. فاحكي لنا شويه عن الموضوع ده حلو. عشان الناس اللي عايزه تعرف عن المجال. حلو أوي. طيب انا شغلي، انا وسيط عقاري، عندي شركه وساطه عقاريه. تمام. احنا مختصين بنبيع العقارات عن طريق المطور. زي احنا يعني متعاقدين مع كل الشركات الكبيره اللي موجوده في الامارات، زي اعمار، زي دماك، زي كل الشركات، كل الاسامي احنا متعاقدين معاهم. وبنبيع العقارات اللي تحت الإنشاء، اسمها قيد الإنشاء هنا، يعني under مم. construction. مم. آه، ده جزء من شغلي. عندي شغل جزء تاني اللي هو زي ما قلت لك، انت عارف طبعا ان انا انفلونسر، انا يعني بلوجر. بعرض الفرص الاستثمارية اللي موجودة في الإمارات. تمام. و... وده يعني جزء من شغلي برضه. دي بالنسبة أنا بعمل إيه في دبي أو في الإمارات. الشق التاني اللي أنت سألتني، أنصح الناس تشتغل في العقارات ولا لأ. أنا أنصح طبعا أي حد عنده المهارات إن هو يعني يشتغل في المجال العقاري طبعا، لأن ده مجال قوي جدا، مجال فيه فلوس، مجال مرتبط بأشياء كتيرة جدا، مش بس إن أنت عايز تخش المجال ويبقى معاك فلوس، لا، انت بتعمل كونكشنز، بتعمل علاقات. بس طبعا انت محتاج مهارات. تمام. محتاج مهارات زي ما قلت لك. ابدأ السلم واحدة واحدة. ما تاخدش الموضوع انا عايز افهم كل حاجة واحفظ كل المشاريع لا. خد يعني اللي عايز يقدم او يشتغل في المجال العقاري، سواء هنا او في مصر او في اي حتة، ابدأ واحدة واحدة. ادرس المشاريع اللي انت شغال عليها، افهم العميل. بس طبعا حدد انت هتشتغل في ايه. في ناس بيبقوا عايزين يشتغلوا في الماركتينج، في التسويق. اوكي. وفي ناس مناسبين ان هم يشتغلوا في المبيعات. مم. اللي شغال في الماركتينج ده ركز في الجزء ازاي تسوق البروجكت بتاعك، العقار اللي انت هتقدمه ازاي تسوقه، وركز اكتر على الماركتينج، السوشيال ميديا، الكلام ده كله. الجزء المبيعات ده ليه قصة كبيرة جدا طبعا، مش هنقدر نخلصها في الفيديو. ولكن أنا يعني لو هتخش في المبيعات أنت لازم تبدأ بمهارات البيع. من أول بقى مظهرك، من أول يعني استثمر في نفسك، اشتري بدلة لنفسك شكلها كويس، أسلوب كلامك، اتعلم مهارات البيع، مهارات التفاوض. لازم يبقى عندك لازم تبقى انسان كمان اونست مع امانه، عندك امانه في كلامك، عشان تقدر تنجح في مجال زي مجال العقارات. طيب، ايه
ايه نوع الشخصيات اللي انت شايف ما ينفعش تشتغل في مجال العقارات؟ والله بص، هو آه، انا شايف في شخصيات انا بقابلها في حياتي من على مدار العشر سنين اللي انا خدت يعني خبره في العقارات. هو في شخصيات انا بشوفها، انت بقى بتشوفها كده بتقول ده مكانه غلط. يعني انا في ناس بشوفها هم شاطرين، والله بجد يعني مم. بكلمك بحقيقه. يعني انا في ناس بقعد معاها تلاقيه شخص محترم وجميل، يعني فاهم، بس هو ممكن ينفع يكون في الحسابات. مم. هو شاطر جدا في الحسابات والكالكوليشن. هو خلي بالك، وجعلنا الناس طباقة، وربنا يعني مدي لكل واحد صفات، يعني فاهم. ودي مم. حاجة يعني ربنا مديها للبشرية. يعني في ناس تنفع يشتغلوا في مجال معين وفي ناس لا، ودي مم. قدرات ومهارات. مم. في ناس بقعد معاها انا بشوفها مثلا هو شاطر، ممكن يبقى اشطر في بدل مجال المبيعات في الحسابات، طب بس يعني هو يا ازاي عيني جه بقى؟ يعني يشتغل في انا عايز العقارات. امم انا عايز الناس تعرف، يعني اللي بيسأل نفسه دلوقتي، ده العقارات فيها فلوس كتيرة ازاي؟ يعني ادينا امم كويك تيست كده، ازاي يعرف ان هو بتاعته ولا لا؟ يعني انت قلت لنا يكون كويس في السيلز، بيعرف يتكلم، عنده صبر، امين، مظهره آه كويس. واخد باله من مظهره، بيعرف يسمع، بالظبط. يفهم الشخص اللي قدامه، ده تمام، دي السكيلز اللي صحيح. موجوده. في حاجه صحيح. لو هي عنده مش موجوده، انت في حاجه من الحاجات المهمه قوي انت قلتها لي يا عمرو، حته ان امم انتوا شغالين كوميشن بس، يعني اه احنا آه، شغالين يعني على النسب بس، بالنسبه مش براتب. طب فاللي هيجي كلمنا شويه عن يشتغل في الموضوع، عشان الموضوع ده العقارات. مش اي حد يعرف حلو. يتعامل معاه. بص هنا في دبي الشركات اللي هم الوسطاء العقاريين، يعني في نسبة كبيرة قوي من الشركات مش بتدي رواتب. في شركات بتدي خالص. رواتب حاجة بسيطة، اللي هو اكسبنسز بتاعتك، اللي هي مثلا بنزينك، حاجات بسيطة مش هتساعدك في المعيشة يعني. مم. فاحنا شغالين اكتر بالنسبة، يعني انت اللي بيجي يشتغل معانا هو شريك في البيزنس بتاعنا، مم. هو مش موظف عندنا. تمام. مم. لا احنا شركاء مع بعض، احنا تيم وورك، نشتغل كلنا بكوميشن، بيكون 50 50 او هاويفر النسبه. فدي حاجه موجوده عشان ناس كتير جدا مش فاهمين السوق العقاري مختلف تماما. انا في مصر عارف ان الناس بتاخد رواتب هاويفر شغال وسيط عقاري، او ديفلوبر اللي هو المطور اللي بيبني المشاريع. لكن في دبي المطور بيدي راتب ثابت، ولكن الوسطاء العقاريين لا، بيدوا كوميشن بس. يعني ده معناه ان ممكن واحد لو السوق ناشف او لسه بيبتدي، ممكن يقعد شهرين ثلاثه ما ما بيجيلوش اي يبيعش، مرتب. ما يجيلوش انكم، وساعتها يعني هيتعرض لموقف مش حلو. مم. فعشان كده انا لما حد بيبعت لي على السوشيال ميديا عندي بيقول لي انا عايز اشتغل معاك، بس انا يعني لو ما عندوش خبرة في المجال في السوق هنا، انا بامانه الشخصيه كعمر ما برضاش، يعني بقول له لا، خد خبره وتعالى، لان هيتعرض لموقف مش حلو. هيقعد شهر شهرين ثلاثه يحاول طبعا، بس هو عايز فلوس عشان يصرف ايجار مم. بتاعه، اكل وشرب، يعني مواصلات، فاهم. مم. ف... فساعتها لا، بتكون صعبه. فالافضل لو حد عايز يشتغل كمان في دبي في العقارات، يكون عنده خبرة هنا في البلد أكتر، يكون عنده مم. خبرة، يكون عنده رخصة، يكون عنده عربية عشان يقدر يتنقل، يكون عنده سيفنج يكون حاطه على جنب عشان يقدر أول شهر يكفر الفترة اللي هيتدرب فيها ويفهم فيها المشاريع. طب عمرو معلش بقى، الناس اللي بتسمعنا واللي عايزه تسافر وعايزه في العقارات طبعا، يعني مش هيجي بعربيه والكلام ده، في أكيد طبعا. شركات معينه مثلا ليها تقدر تقول عليها بتدي مرتب، فعلى الاقل يبقى دول سيف سايت، فالناس اللي عايزه تقدم على الشركات دي، بنعمل لهم دعاية كده. يعني في الماركت، او مثلا الناس تخلي بالها مثلا تقدم على ده، يعني انت بص قلت هو نقطه هو مهمه قوي، الناس عموما. دلوقتي، مم. فكنت عايز سامعك اقول سامعك. ان في، يعني دي حته مهمه للناس اللي عايزه تسافر دبي وعايزه تشتغل في العقارات، خلي بالك وحاول تشتغل في شركه بتدي على الاقل مرتب قليل يمشيك، بحيث لو لا قدر صح. الله ما بعت شهر اتنين تلاته، يبقى يعني ما تبقاش في الشارع، صح؟ صحيح. صحيح. انت كنت بتقول لي شركات ارشحها. بص انا مش حابب ارشح شركات باسامي معينه، مم. عشان خاطر
هنخش في تفاصيل احنا مش قدها لان احنا مش جوه الشركه نفسها. ماشي. في شركات كتيره بتكون طبعا محتاجين في مجال المبيعات اشخاص، تمام. ولكن كل رقم واحد اساسي هتلاقي لازم يكون عندهم خبره، لازم مم. يكون عندهم خبره في البلد هنا كمان يعني. وفي شركه من الشركات، انا فاكر زمان كان في شركه من الشركات الكبيره. انا كنت اول ما جيت اشتغلت في، انا طبعا انت عارف انا بدات في دبي، اشتغلت في شركه اسمها دماك، قعدت معاهم سنه. مم. آه بعديها عشان اروح شركه تانية، لما رحت كان عندي خبره سنه في البلد. في شركه قالوا مم. لي لا انت خبرتك مش كتيره، واحنا بناخد اقل، يعني بناخد على الاقل سنتين في البلد وتكون في شركه كبيره. مم. فعشان اخش الشركه دي ودخلتها برضو، اشتغلت في شركه تانية لمده سنه، وبعد كده مم. قدمت واشتغلت في الشركه دي برضو، والشركه مم. دي يعني معروفه جدا. ف ف ف ف يعني المطورين العقاريين اكتريتهم بياخدوا بنسبه 90%، لازم يكون عندك خبره في مجال العقارات في دوله مم. الامارات، مم. ويكون كمان في دبي. لو هتشتغل مثلا في دبي لازم يكون عندك خبرة في دبي. ده لو عايز تشتغل كده اه, مع مطور عقاري. الاوبشن التاني انت آه, تشتغل بقى مع ايجنسي بتبيع، صح؟ مع ايجنسي مثلا، ممكن تشتغل في اي ايجنسي جديدة، ولكن هيبقى ليها مخاطر ريسكي شوية، ان مم. انت هتشتغل من غير راتب، او راتب هيبقى صغير جدا 3000 درهم، اللي هو انت ما مم. تحسبهاش بالمصري، انت احسبها مم. 3000 درهم دول هنا في الدولة هيجيبوا لك سكن، ولا هتعرف تاكل منهم، ولا هتعرف مم. تتحرك. مم. يعني برضو المصاريف هنا غالية يعني، مش مم. رخيصة يعني. بس تمام. دي شوية نصايح حلوة. عمرو، احنا دلوقتي ما شاء الله، يعني انت راجل ناجح دلوقتي وصاحب شركة حبيبي يا سام. وفي كذا حاجة والله أكبر تراك ريكورد. مع ان في الدراسة تقريبا ما كنتش كنت بنفس فاشل. النجاح ده، صح؟ انا صحيح. كنت بحاول اقولها بطريقة لطيفة، بس ايه يعني، ماشي. في الدراسة انت كنت بص فاشل انا وساقط، صح، خلينا بس ايه صح. سقطت. فانا عايز ايوه. النقطة دي حلوة أمم، قوي ومهمة، انا عايز اتكلم فيها لان ايه. احنا صحيح. دلوقتي في فترة صيف، وفي ناس طلعت لها النتائج وبتاع، وفي ناس ما جابتش النتيجة اللي نفسها فيها، في ناس سقطت، في ناس شالت مواد، سواء بقى كان في كلية، في صحيح. ثانوية عامة. فأنا عايزك تكلمني عن حتة العلاقة بين النجاح في الدراسة والنجاح في العمل بعد كده، لأن أنا قدامي مثال بيثبت إن مفيش علاقة. لا، ما لهمش فكلمني علاقة. كده، يعني هل أنا صح ولا لأ؟ قول لي كده وجهة نظرك، وكلم الناس علشان الناس اللي شاغلة همها كتير، وإيه المجالات اللي فيها وإيه المجالات اللي ما بتفرقش فيها. بص، انا شايف من وجهة نظري وتجربة يعني شخصية، الدراسة لو انت مش بتدرس حاجة ليها علاقة بالطب، او حاجة تكون يعني عملية شوية، فانا شايف ان الدراسه النظريه في بعض المجالات برضه، عشان ما نقولش ان الدراسه، لا الدراسه مهمه، واحنا برضه بنشجع الشباب تدرس. ولكن لو انت شايف ان الدراسه مش انا من وجهه نظري، انا كعمر مثلا كنت بدرس تجاره خارجيه، كان فيها طبعا اكاونتنج اللي هو المحاسبه، كان فيها ماركتنج، كان فيها مواد كتيره. انا كنت مش يعني، لو قلت لي أنا بعد 4 سنين او 5 سنين دراسه ما استفدتش شيء غير ان انا خدت شهاده، ويعني شهاده مكتوب ان انا خريج بكالوريوس تجاره. اوكي. بس. بس مم. كعمر انا ما فادتنيش في حاجه، وملهاش علاقه بالشغل تماما. الشغل حاجه يعني، الشغل ده حاجه عمليه، وهيبقى اجتهاد شخصي. الدراسة هيبقى طبعا في اجتهاد شخصي، لكن الدراسة من وجهة نظري في مصر ما فيهاش يعني ما فيهاش، انا من وجهة نظري مش ناجحة، المنظومة مش ناجحة قوي. مم. وبرضه عشان ما نقولش ان احنا لا، الدراسة مهمة، واللي عايز يدرس حاجة بيحبها ادرس. وفي ناس بتروح بتسافر اوروبا، عشان انا دلوقتي كعمر مثلا في سني هون عندي 32 سنة، احب ان انا ادرس كمان يعني. انا الايام اللي جايه بقدم على كورس معين هيفيدني في حاجه في شغلي، بس انا مم. رايح عارف ان انا الكورس ده هستفاد في حاجه معينه، مم. هدرس وهقعد اكتب وهقعد اقرا واخش في امتحانات، عشان انا عايز وحابب الحاجه دي، ودي هتفيدني في حياتي. لكن احنا الدراسه في مصر مشكلتها ان احنا داخلين الجامعات ومش عارفين احنا ايه الهدف منها،
فاهمني؟ انا بسأل واحد في مصر اخر مرة، شاب صغير: انت دخلت حقوق ليه؟ قال لي: لا اصل انا كنت مجموعي ما يجيبش في حقوق فدخلت حقوق. فاهمني؟ مم. فهو اصلا مش عايز يبقى محامي، هو شاب جميل شكله حلو ممكن ينفع يكون بتاع اعلام. فاهمني؟ بس مم. مفيش توجيه صح ان هو يوجه الشاب ده ان هو يدرس في اعلام، وده مستقبله جميل في الاعلام، ولكن هو دخل حاجة هو مش حاببها ومش هينجح فيها، لان هو يعني مش بتاعته. فاهم؟ ف... فنفس الشيء اللي حصل لي، انا دخلت شيء انا ما بحبوش. يعني انا برضو شيء دخلت حسيت ان انا نفس الفكرة، انا دخلت عشان مجموعي وشكل المجتمع بتاعي ضاغط عليا ان انا لازم يبقى عندي شهادة جامعية ولازم ابقى خريج كذا وكذا وبابا وماما والكلام ده يعني. بص يعني الحته دي مهمه قوي، حته يعني كونتروفيرشال شويه، يعني طبعا اكيد زي ما عمرو قال احنا ما بنشجعش الناس تسيب الشغل كده، بس هو فعليا في ناس كتيره دلوقتي بتلاقيها بتخش تاخد الشهاده وتضيع 4 سنين و6 سنين صح. و5 سنين، وممكن تعيد سنه واثنين وثلاثه علشان بس يبقى اسمه معاه شهاده والمجتمع يقبله. صح. التفكير ده ابتدوا يتحرروا منه كتير قوي في الغرب. يعني لو بصيت على مثلا مارك زكربرج اللي مؤسس شركه فيسبوك، ساب الكليه في وسط وساب ده الكليه حقيقي، عشان ده يشتغل حقيقي. في مجاله، بس يشتغل بدري. وواحد مثلا زي صح. في ناس كتير، في امثله كتيره كده. ف المهم قوي الواحد ياخد باله ويسال نفسه سؤال: هو انا بعمل كده ليه؟ لان السنين دي بتفرق. وزي ما انت عمرو قلت كده، السنتين اللي انت اشتغلتهم ولا الثلاثه اشتغلتهم من بدايه من السنه الثانيه في الجامعة فرقوا معاك فرقوا معايا ونططوك. جدا. ف... فدي جدا مهمه فرقوا قوي معايا. للناس. وبرضه حاجه تانية اقولها للناس، لان النجاح في الدراسه ملوش علاقه بالنجاح في العمل، لان النجاح في العمل بيبقى نهائي. عليه حاجات كتير، في كوميونيكيشن، في صحيح. سوشيال سكيلز، في بتبقى عارف انت بتتعلم الحاجه ليه. زي ما انت قلت يا عمرو، بتاخد الكورس دلوقتي علشان صحيح. انت عارف انت محتاجه في ايه، مختلفه تماما غير لما تخش في 4 سنين كليه وبيتقول لك خدي كل المواد وانت مش فاهم هتاخدهم ليه. صح. فانا صحيح. وانا شخصيا عمرو برضو مش عارف الناس عارفه ولا لا، انا برضو في الدراسه ما كنتش شايف نفسي ناجح. وفي سنه تانية برضو تانية كنت في كليه هندسه، سقطت وعدت السنه. فما كنتش خالص معرفش، انا يعني اول مرة تسالني اعرف انا حاجة زي دي. اه والله. بس فيعني انت شكلك كنت يعني عايز اقول بتقرا لك كتب. انا بقرا اللي انا بحبه ومهتم بيه. ساعتها فعلا انا كان صح. عندي مشكله ان دي انا حاجة كنت مهمة في جدا. مواد كتيره مش عارف انا بدرسها ليه وهستخدمها مم. في ايه، ومواد صعبه، والهندسه ما كانتش سهله، كانت تقيله. فكنت دايما صحيح. حاسس ان انا وفي فتره في وسط الدراسه كنت يعني في وسط سنين الدراسه كنت يعني هو انا دخلت في المجال الصح ولا لا؟ مع اني كنت طول عمري بحب مجال الكمبيوتر والسوفت وير والكلام ده كله. بس والحمد لله انا دلوقتي يعني شايف ان انا في الكارير ناجح نجاح عمري ما كنت اتخيله، وانا كنت عمال بسقط في الكليه. مم. فللناس اللي بتسمعنا دلوقتي، نجاحك في الدراسه ملوش علاقه بنجاحك بعدين. ده مش معناه ان سيب نهائي. الدراسه، بس ده معناه ان ايه، لو انت فاكر ان انت دلوقتي مش مأدي فالدنيا خلاص قفلت، لا، ده في امل، وفي امل كبير قوي قوي قوي. وادي معانا صحيح. مثال حي اهو. صحيح. عمرو انا شفت صورك ما شاء الله على الانستجرام، وفي صورة كده لقيتك واقف وبتاع وفي 6 باكس وبتتمرن ايوه. والكلام ده كله. لازم. فكلمنا بقى ايه عن الحتة دي، ازاي مش السكس باكس يعني، كلمنا عن حتة الصحة، ازاي نخلي بالك من نفسك، الرياضة ليه مهمة، علشان احنا يعني في فترة دلوقتي مش كل الناس واخدة بالها من جسمها ومن صحتها، وليه الموضوع مهم، وتلاقي وقت صحيح. ازاي. بص، انا من وانا صغير بحب طبعا الرياضة. يعني دي حاجة انا خدتها من وانا صغير، ولكن يعني هي حاجة آه، عملت لي زي إضافة في حياتي وزقة في حياتي. أنا يعني الحمد لله عشان شكلي بهتم بصحتي، باكل كويس، بلعب رياضة. بيفرق جدا في البيزنس، بيفرق في الشغل. لما بتخش على أي عميل، أي حد بتقعد معاه بيشوفك لابس كويس، شكلك كويس، جسمك حلو، هو بيبقى عارف إن الشخص اللي قدامه ده شخص منضبط. النظرة بتختلف تماما. تمام. دي يعني مهمة في الحياة العملية، غير ان انت اصلا يعني يعني اللايف ستايل الغلط دي بتخليك ما تعرفش تعمل اي حاجة خالص. ما بتعرفش تركز في شغلك، ما بتعرفش حاجات كتير هتأثر فيها على مدار العمر يعني. فالرياضة مهمة بالنسبة لي، دي حاجة أساسية. ودي الاستثمار اللي انا استثمرته فعلا وانا صغير.
انا سمعت كلام ناس اكبر مني: استثمر في صحتك. فده احلى استثمار ممكن تستثمره في حياتك، استثمر في صحتك فعلا وفي جسمك. بس الناس بتروح تاخد حقن وهرمونز والكلام ده، انا ضد الكلام ده جدا. خليك طبيعي، كل صحي، وهتلاقي حياتك على يعني على مدار السنين مختلفة تماما. وموضوع الوقت، انا دايما يعني دايما لازم في على مدار الاسبوع بتاعي 3 ايام او 4 ايام بلعب فيهم رياضه. لو حتى مش هروح الجيم، انا ممكن انزل نص ساعه اجري كده في الشارع، مثلا نص ساعه، فاهم؟ دي حاجه مهمه جدا، وانا انصح اي حد فيها، ودي اكتر حاجه انصح اي حد يستثمر فيها. استثمر في نفسك وفي صحتك، لان ده will reflect في المستقبل عليك، يعني هينعكس عليك في المستقبل. الله ينور. آه عمرو، اكيد العشر سنين او يمكن في اكتر من 10 سنين من يعني ممكن من 18 سنه بتقول ابتديت الشغل. عديت صح. بمواقف صعبه ومواقف سهله. ايه صحيح. اكتر موقف كان صعب عليك او في اكتر فتره كانت صعبه عليك وكان فيها دروس كتيره اتعلمت منها حاجات؟ هو مش موقف واحد، انا حصل لي مواقف كتير يعني. مم. آه بص، انا طول عمري في دروبس بتحصل في حياتي. يعني طبيعي اصلا اي حد بي اب اند داون. اوعى تفتكر ان الناس الناجحه دي هم بداوا من الصفر طلعوا صاروخ كده بقوا ناجحين، لا. هو بيبقى تحت فوق تحت فوق، بس ايه، انت بقى وقدرتك هتقدر تكمل المباراه اللي انت داخلها دي. هو ماتش كوره او ماتش مصارعه في حياتك، انت داخل بتلعب بوكس مع نفسك. هتقدر تكمل وتفوز وتنجح، ولا هتستسلم وتروح تنام؟ تمام. مم. فانا حصل لي دروبس كتير يعني. انا يعني لو من البدايه، الدروبات اللي كانت بتحصل كان الموضوع المادي. كانت الموضوع المادي في البدايه صعب. كنت ممكن اشتغل كتير وما احسش ان انا جالي الانكم اللي هو انا متوقعه او اللي انا كنت عايزه مثلا. آه، انا فاكر كويس جدا لما كنت صغير، كنت في الجامعة، وبعدين ساعتها كنت عايز ارتبط ببنت، واهلها قالوا لي لا انت، يعني هم ما قالوليش لا كده في وشي، بس يعني هم امكانياتي المادية ما عجبتهمش. تمام. مم. دي كانت درس فخلاني لا افوق كده للحياة وافهم لا ان انا لازم اشتغل اكتر على نفسي ولازم انجح. يعني مش استسلم، بالعكس كان حافز بالنسبة لي. بعدين لما جيت الامارات، لما جيت دبي، آه برضه واجهني صعوبات كتيرة جدا أكتر من كنت فيها في بلدي. أول حاجة، أنت في دبي أنا كنت عايش، أول شهور ليا كنت عايش شيرنج، عايش مع شباب في نفس الشقة. كنت عايش مع واحد صاحبي في نفس الأوضة. فالناس بيفتكرك أنت مسافر لا بقى في صعوبات واجهتها جدا. ما كانش عندي مثلا عربية في دبي، فكنت بركب المواصلات العامة والمترو. دي كانت برضو من ضمن التحديات في البداية، ان انا شغال في مجال اصلا المفروض ابقى انا ظاهر قدام العميل معايا عربيتي عشان اعرف ابيع له المنتج اللي هو منتج غالي بمليون درهم و2 مليون، وانا جاي راكب اتوبيس ولا راكب مترو، فاهم؟ وبس يا جماعة عشان آه، نوضح للناس، هي دبي لو انت مشيت فيها 5 دقايق انت هدومك كلها تتعب. بتبقى مية. ميه. آه ميه. هو الموضوع مش موضوع بالظبط. لا ده، يعني فعلا انت لو وقفت 5 دقايق انتوا بتشوفوا الاسفلت ساعات الرطوبة. بيسيح. ف... بالظبط. فانت واحد المفروض بالنسبه له البرزنتيشن مهم وراح يقابل عميل يوصل شوربه ميه، طبعا انا ميه خالص، متفاهم بالظبط. الموضوع. بالظبط. طبعا يعني. اتفضل كمل. في كمان من ضمن الصعوبات اللي واجهتني، انا اول ما جيت دبي، بعد ما عملوا لنا الاقامات والشركه اشتغلنا، بعديها باسبوع رفضوا آه، يعني 80% من الناس اللي كان معمول لهم هايرنج، اللي هم بدأوا شغل اوريدي. مم. فكانت دي مثلا حاجة صعبة، مثلا ان انا كنت خايف انا على يعني على حافة، زي ما بيقولوا على حافة الوقوع. خلاص انا مم. هرجع بلدي فاشل تاني. فكان مم. دي من ضمن التحديات، لا انا لازم اثبت نفسي، لازم ابقى مركز في شغلي عشان
هنا تشتغل وتنام، تروح تشتغل وتنام، تركز في الشغل. مفيش حاجه اسمها انزل اقعد نص ساعه مع صحابي الكلام ده. فكان في تركيز جدا في الشغل، كان في تحدي، كان في جنسيات تانية هم اصلا مستنيين الفرصه اللي انت فيها. في جنسيات معاهم سكيلز اكتر منك عندهم. انا كنت بقعد مع ناس بيتكلموا اربع خمس لغات، مم. فاهمني؟ يعني تلاقي واحد جنبك قاعد بيتكلم اربع خمس لغات وانت بتتكلم عربي وانجليش بس. هو مم. ممكن يكون هو دارس اكتر منك، معاه MBA، فاهمني؟ مم. بس انت جاتلك الفرصه دي عشان مهارات معينه. هو الشركه شايفه ان انت هتفيدهم، هتجيب لهم بيزنس، هتجيب لهم مم. فلوس. تمام. ف... فلو انت ما وقفتش وزي ما يقولوا ركزت وطورت من نفسك، وتطور من نفسك دي بقى بطرق مختلفة، يعني هترجع بلدك فاشل. فبقول لك الرحلة يعني رحلتك هيبقى فيها صعاب وهيبقى فيها مشاكل واب اند داون. اهم حاجة ما تيأس. وده الامتحان اللي انت ربنا بيمتحنه لك في نجاحك، ان انت ما تيأس وتدور على الاسباب، وتدور ازاي تطور من نفسك وازاي ما تقعش في الحفرة اللي انت وقعت فيها قبل كده. فاللي انا عايز يعني اوجهه للشباب: ما تيأس من اول مرة جربت منها، ولا تاني مرة، ولا تالت مرة. في ابواب كتير لسه مستنياك، بس انت مستنيه انت تروح لها وتخبط وتعافر شويه عشان توصل للي انت عايزه. انت عارف يا عمرو، انا عملت اكتر من 70 انترفيو علشان اسافر بره ما مصر. شاء الله. اه والله والله. انا كل واحد فيهم مصدوم. طبعا 70 دول كل واحد فيهم بترفد، يعني كل واحد بيجي وطبعا انت عارف فاهم بالامل اه، بتاع الله، وتبتدي بقى فاهم تعيش خلاص انا سافرت، وبعد كده يجي يقول لك بقى ايه فاهم unfortunately ما اعرفش إيه انت فاهم. انا عايز اقول لك فلازم على كنت عايز اقول انا ما اعرفش، اول مره اسمعها، اول ما اسمع حاجه زي دي، بس يعني برافو عليك بجد، يعني انت حققت والله حاجه زي برافو دي. يعني. فعلا عنده الجيرني بتاعته اللي فيها صعوبات وفيها اكيد. حاجات كانت فيها فخر. بس عايز اقول للناس فعلا الموضوع اللي عايز حاجه لازم يثابر ويمشي، والموضوع ممكن يجي من اول مره تكون محظوظ، وممكن يقعد يكمل معاك سنين عشان ربنا شايف ان انت الاحسن ان انت تسافر في الوقت الفلاني في الفرصه الفلانيه. ف صحيح. يعني لخصتها بطريقه حلوه قوي يا عمرو، برافو عليك. طب عمرو احنا اتكلمنا بقى صحيح. عن مشاكل، خلينا بقى ايه يعني نحاول قبل ما نقفل كده ندي الناس الهايلايتس. كلمني كده عن ايه مهم. آه، موقف او موقفين من اكتر المواقف اللي كنت فخور بيها في حياتك، حسيت ان فعلا نجاح كبير و و, و... آه، انا زي ما قلت لك ان انا كل فتره في حياتي بيبقى عندي هدف. تمام. وانت حتى لما هتكبر اهدافك الشخصيه والعمليه هتختلف. يعني وانا صغير وانا عندي 18 سنه كان اهدافي غير وانا عندي 20 وانا عندي 21 الى لان حتى الان يعني. فانا من البدايه كان نجاحي ان انا مثلا نجحت ان انا ابتديت اشتغل، بعد كده ابتديت اعمل فلوس، بعد كده نجاح من نجاحات ان انا حولت عملت شيفت كارير، غيرت الكارير بتاعي من ماركتينج لسيلز في العقارات. بعد كده النجاح اللي كان حلو لان انا هاجرت اوروبا، بعد كده جيت دبي. ده برضو من النجاحات. بعد كده لما جيت دبي واجهت صعوبات كتيرة جدا اتكلمنا فيها. ولكن انا ما احبطتش. حتى اصحابي ناس كتير اللي تعرفني من زمان هيقولوا لي يعني انت اختلفت وطورت نفسك وبقيت مختلف يعني. انا حصل لي صعوبات كفيله تخلي اي حد ما يقدرش يكمل المشوار بتاعه. تمام. بس انا كنت عنيد جدا مع نفسي وكنت مصر ان انا انجح. في مديرين كانوا يعني اول ما بدات شغلي في دبي كانوا مديريني. دلوقتي احنا بنقعد نعمل مع بعض بيزنس على نفس الترابيزه، متساويين الرؤوس يعني. فده بالنسبه لي واحد كنت انا بشوفه حاجه كبيره قوي. دلوقتي انت قاعد معايا زيك. دي حاجه اشيفمنت حلو. الحاجه اللي انا فخور بيها حاليا في دبي ان انا دلوقتي الحمد لله من ضمن الحاجات اللي انا حاسس ان انا فخور بيها جدا ونجحت فيها. لما ابتديت اكون متواجد على السوشيال ميديا مؤخرا. انا في فيديوز
نجحت فيها جدا، ووصلت نسبة المشاهدة ل 11 مليون، وبعديها بقت ترند، اللي شغالين في العقارات بقوا يقلدوني. تمام. فدي بالنسبة لي نجاح. دي حاجة بالنسبة لي أنا يعني فخور بيها، مش شايفها حاجة وحشة من الآخرين، شايف إن أنا وصلت لمستوى حلو وناس بقت تقلدني. دي يعني بالنسبة لي أنا فخور بيها جدا. وطبعا اتكرمت في مؤخرا في غرفة الصناعة والتجارة بإمارة الشارقة. أنا كنت بمثل واحد من الانفلونسرز والبلوجرز اللي بيدعموا معرض عقاري في الشارقة، واتكرمت مؤخرا فيه، وخدت شهادة تقدير. دي كانت حاجة جميلة برضو، اتبسطت بيها ان انت متواجد في المجال بتاعك وليك بصمتك. وان شاء الله يعني في اهداف اكتر بكتير نحققها باذن الله. ان شاء الله. طب يعني بما ان انت بقى يعني قلت اهداف كتيره تحققها، قول لنا كده ان شاء الله يعني اهدافك ايه في الفتره اللي جايه؟ ايه احلامك ان شاء الله يعني مثلا كمان 5 سنين او 10 سنين؟ بص، كل واحد ليه اهداف. طبعا انا عندي اهداف شخصيه في حياتي الشخصيه، وليه اهداف في البيزنس بتاعي. تمام. انا حابب ان انا اوسع، مثلا واحد من ضمن اهدافي ان انا اوسع البيزنس بتاعي، ما يبقاش في مجال العقارات بس. انا حابب ان انا يبقى ليا بصمه في مجال الماركتينج والسوشيال ميديا. تمام. دي من ضمن الاهداف اللي انا شغال عليها الفتره اللي جايه. وحابب انا يعني في مجال العقارات احنا عندنا في صعوبات طبعا في مجال العقارات في العالم كله، في دبي او في مصر. انا حابب ان انا اقدم سيرفيس، خدمه تسهل عمليه البيع اونلاين في دبي. واتمنى ان انا اقدر اساعد واعمل حاجه برضو في مصر في بلدي، تغير منظومه التسويق العقاري او منظومه الريل استيت في مصر بشكل عام. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. باذن الله. عمرو، آه الوقت عدى بسرعه. جدا. يعني ما شاء الله قصه جميله، فيها انسبيريشن وفيها دروس كتير قوي الواحد يتعلم منه يعني. واتمنى الناس ده اللي انا بتعلم بتتفرج، منك سامي. ربنا يخليك، واتمنى الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تشوف ازاي الموضوع مش سهل، الموضوع بياخد وقت، ولازم الواحد ما يبقاش عنده مشاكل انه يبتدي من تحت، واي فرصه تجيله وياخدها، ويتاكد ان الفرصه دي صح. ممكن تكون باب لحاجه تانية هتوصله ان شاء الله باذن النجاح اللي هو فيه، ويثابر ويكمل، صحيح. لان الموضوع مش سهل، الموضوع بياخد وقت وبياخد عقبات، وهيكون فيه ده حقيقي. فتره صعبه، ولو لو استسلمت مش هتكمل. وكل حاجة جايزة صحيح. زي ما عندنا. النجاح في الدراسة ملوش علاقة قوي بالنجاح في الشغل، فما نهائي. تيأسوش، وتفائلوا خير، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون عندنا زي عمرو 100 عمرو إن شاء الله بإذن الله بره مصر باذن وجوه الله. مصر لنا. وعمرو باذن أنا الله يا متشكر رب. جدا لوقتك وكل الشرف ليا يا بابا. ربنا يخليك يا عمرو، وإن شاء الله بإذن الله انا يعني. مبسوط والله ان انا كنت معاك في اول حلقاتك. تمام. اتمنى الحلقه دي تبقى ان شاء الله متكرره، إن شاء الله واتمنى ان الناس تتفاعل معانا لو في اسئله معينه في ممكن نعمل لايف. انا يعني مهتم جدا ان احنا نفيد الناس في بلدنا مصر، بخبرتك وبخبرتي، ولو في حاجه نقدر نقدمها بالعكس، ده حاجه يعني شرف لينا يعني. وانا يا جماعه الناس اللي بتتفرج علينا، اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعت عمرو هتلاقوها موجوده في الديسكربشن، فاعملوا له فولو وتابعوه، الراجل يعني مشرفنا بره ومكسر حبيب الدنيا قلبي 11. سامي. حبيبي آه سامي. متشكرين جدا يا عمرو، وشرفتنا، العفو. وجزاك نفسك، وان شاء الله باذن الله نكررها تاني. ان شاء الله ان شاء الله.